صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجا والتجا إليكم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، روحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس، والحور سجدا، ورأسك أم رأس النبي على القناة، بآية أهل الكهف راحة يرددون، وصدرك أم مستودع العلم والحجاب، لتحطيمه جيش من الجاهل يعمد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمدا، وأي شهيد داست الخيل صدره، وفرسانها في ذكره تتجمد، ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابل أحمد، لثارت على فرسانها وتمردت مثلما ثاروا عليها وتمردا، قاموا يسكن المعركة للوالي ينشي، جثة ولينا تحطمت من حافر الخيل، فرت يا ويلي والمدامع تشبه السيل، شافت السادع لفترك لهم مطاع، صاحت يا عمي بهالجثث ما تخبريني، ومن هالذي مقطع يا عمك بالعين، جنبها اولاد اثنين والله مذوبين، ما ادري ابن عمي يا عم جثته وين، ما ادري تغير مثل بدر في خسوف، لا وقع عنا بعين واحنا ما نشوف، وعلامة
شاف الأولادك يا عم محمد وعام، ما شاف غيرك ما في العركة يزهروا، حادهم قطع بالحري بوذاك مطعوم، كلهم بلا يا روس شاف كسرة البيت. الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم محمد. من العناوين المهمة في القرآن الكريم هو عنوان الإيمان بالغيب، أي الإيمان بالمدد الغيبي الإلهي. هناك غيبيات لا تنظر إليها العين المجردة ولا تأخذها اليد، وهذه الغيبيات قد تغير الواقع من حال إلى حال آخر. ما هو المقصود بالمدد الغيبي؟ المدد الغيبي العون الإلهي. الله سبحانه وتعالى تارة عندما تنقطع السبل عن الإنسان، السبل البشرية، السبل المادية، يمده بشنو؟ بعونه. وهذا العون يكسر كل معادلات البشر ويكسر كل معادلات الأموال والمادة. مثال: مريض في المشفى، أبعد الله عنا وعنكم، اجتمع حوله الأطباء، وعندما رأوا حالته قالوا بأن حالته شنو؟ مستعصية. لو بتودون برا داخل أوروبا بتدفعون عليه أموال طائلة، الحالة شنو؟ ميؤوس منها. أصلا لو نشيل من عليه الأجهزة يروح، في الواقع هو ميت موتة شنو؟ سريرية. كل السبل المادية توقفت، كل السبل البشرية ماذا؟ توقفت، كل شيء توقف. فجأة وإذا بالطبيب يعجب. ماذا يقول؟ إن المريض قد شفي. منو اللي تدخل؟ الغيب تدخل.
المدد الغيبي شنو؟ تدخل. تنكسر كل المعادلات المادية مقابل شنو؟ مقابل الإرادة الإلهية. تنكسر كل المعادلات المادية البشرية في مقابل القدرة شنو؟ القدرة الإلهية. إن الله على كل شيء قدير. بالتالي واجب علينا نؤمن بالغيب، لو واجب واجب. لما؟ لأن كل القصص القرآنية والأحداث القرآنية إنما هي قائمة على الإيمان بشنو؟ بالغيب. أذكر لك 3 أمثلة. المثال الأول: امرأة طاعنة في السن، وزوجها أيضا شنو؟ طاعن في السن، لم ينجبا أولاد. القرآن عبر عنها وامرأته شنو؟ عاقر. عاقر يعني ماذا؟ لا تنجب، ومستحيلة ماذا؟ الإنجاب. بتقيسها على الجوانب المادية الطبية، المرأة من تصل إلى سن 40 تكون فرصة الإنجاب عندها شنو؟ ضئيلة. وإذا وصلت إلى سن 50 تكاد تكون فرصة الإنجاب ماذا؟ منعدمة. لكن القرآن يقول هذه مو 50، طاعنة في شنو؟ في السن. فإذا من جانب علمي طبي فرصة الإنجاب مستحيلة. فجأة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه شنو؟ يحيى، مصدقا وسيدا وحصيرا. بتقيسها بالأمور الطبيعية ما يصير، لكن عند الله شنو؟ يصير. المدد الغيبي ماذا؟ موجود لو موجود؟ موجود. حاضر أم ليس حاضرا؟ قطعا شنو؟ حاضر. يقول: فبشرناها فضحكت. زوجة منه؟ زكريا. ضحكت. يعني وش ضحكت؟ وش ملازمة شنو؟ الضحك هنا. ضحكت السيد الطباطبائي في تفسير الميزان يقول ضحكت يعني حاضت. يعني وش حاضت؟ سؤال: إن المرأة التي يأتيها ما يأتي النساء عند كل شهر، هاي دلالة على وش؟ صحتها. أدى ويسألونك عن المحيض قل هو شنو؟ أذى. لكن هو دلالة على وش؟ صحة بدن المرأة، لأن المرأة التي يأتيها ما يأتي النساء في كل شهر تكون شنو؟ صحية. واللي ما يأتيها ما يأتي النساء في كل شهر عندما ضحكت يعني دلالة بأن فرصة الإنجاب شنو؟ قد أتت مرة أخرى فضحكت. بعيد على الله؟ لا. هذه رسالة لي ولك بأن قد تتأخر فرصة إنجاب شخص سنوات عديدة، لكن إذا الله أراد وإيش يصير؟ المدد الإلهي ينزل.
هذا شاهد أول من وين؟ من القرآن. الشاهد الثاني أيها الإخوة من الشواهد فرعون يدعي بأنه هو الله والعياذ بالله. أنا ربكم الأعلى. قعد وياه المعبرين قال له تعال لحق على روحك. وش صاير؟ قال سيظهر غلام من بني إسرائيل هو اللي شنو بيقضي عليه. انت اللي ما تنشال شنو بيشيلونك. انت اللي ما حد يمسك بتروح عليك. وش اسوي؟ اي واحدة عندها ولد شنو اتلم. احنا عارفين منه. القرآن وصف ماذا كان يصنع فرعون. يذبح أبناءهم. أي واحدة يعرفون حبلى يدخل عليها ويبقر بطنها، وإذا كان ذكر يقتل. خافت أم موسى على ولدها. تارة المدد الإلهي يجي عن طريق شنو؟ إلهام، فكرة، إشراقات. يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في شنو؟ في اليم. الحين أنت ولد حشاشة جوف رضيع بتأمنه على بحره؟ تحط صندوق في ويش؟ في يم، وهالصندوق فيه رضيع تخليه يمشي. المدد الغيبي شنو؟ بشرها ولا تخافي ولا تحزني لو إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسل. وفعلا يمشي هالصندوق، لا انقلب ولا غرق ولا أخذت الأمواج إلى أمر خطير. يمشي هالصندوق في اليم فيصل إلى قصر فرعون. تأخذه آسية سلام الله عليها، تربي، يكبر، بعدين هو اللي شنو؟ يا جماعة ترى الضربة الإلهية ما تدري شلون. خليك بعدين شنو؟ الضربة الإلهية يمهل ولا ينزل في لحظة واحدة. المدد الغيبي اللي ما حد يمسه شنو؟ يمسه. اللي ما حد يقدر يرفع راسه قدامه في أي لحظة شنو؟ يطيح، يسقط. هذا جنبة أخرى من جنبات المدد الغيبي. الجنبة الثالثة والشاهد الثالث من القرآن في المدد الغيبي في زمان النبي محمد. النبي صلى الله عليه وآله أول معركة خاضها معركة شنو؟ بدر. وش كان عند النبي؟ ولقد نصركم الله ببدر وكنتم شنو؟ وأنتم شنو؟ أذلة يعني وش؟ مو ذليل النفس، حاشاهم.
أذلة يعني ما عندهم شنو؟ ما عندهم مقومات الانتصار. شنو مقوم الانتصار؟ المورد البشري، بعد المورد المادي العسكري. ما مش يصف الحال أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ولقد حضرنا بدرا ولم يكن فينا فارس إلا المقداد بن الأسود. فارس يعني ويش؟ يعني على جواد بس واحد، والبقايا مشاية زحف رجاله. يريد نخل وكم سيف وكم رمح، بتقيسها عند أي قائد عسكري بيقول الانتصار والنصر حليف منه مشركين 10,000 في مقابل كم؟ 313. بتقيسها على الورق، منو المنتصر؟ أبو سفيان على الورق، لكن عند الله غير لو مو غير. الحسابات الإلهية تختلف لو ما تختلف؟ طبعا. الحساب البشري جدا بسيط، لكن الحسابات الإلهية تختلف. كم من فئة غلبت فئة شنو؟ وش اللي غير معادلة؟ بإذن الله. كل شيء بمشيئة منه؟ مشيئة الله. كل شيء بإرادة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء. وما رميت إذ رميت ولكن الله شنو؟ كل شيء بمشيئته. وش اللي يخلي المدد الإلهي ينزل؟ وش اللي يخلي المدد الإلهي ينزل؟ قد تعصف بالإنسان ظروف خطيرة. وش اللي يخلي المدد الإلهي ينزل على عباده؟ واحد، الدعاء. لا يرد القضاء. الله قاضي شيء معين، لكن فجأة الإنسان يفعل فعل شنو؟ ولو كان الإنسان في ظرف في غاية الخطورة، تتغير المعادلة ولا ما تتغير؟ قطعا. شوف القرآن يعطينا مثال في غاية الأهمية. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. الفلك يعني واش؟ السفينة. الإنسان في هالزمن هو يمشي في واش؟ في سفينة، ويمكن هالسفينة تغرق، ويمكن هالسفينة واش؟ تمشي تنجو. هي السفينة تصيدها عواصف لا ما تصيدها؟ قطعا. لكن هي السفينة قد تحفظ لو ما تحفظ؟ قطعا. شوف القرآن يشير إلى نفس الفكرة. يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. تارة الإنسان يعيش حياة وش؟ هانئة، وهو في السفينة هذه يقول: وش هالرائحة شنو؟ الطيبة، وش هالهواء العليل. يقول: وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. فجأة وش يصير؟ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. تارة
الإنسان يمشي فجأة الدنيا وش يسوي فيه؟ تجور عليه. كل ما مال يمين حصل له لطمة، كل ما مال شمال حصل له وش؟ صفعة. ها؟ صفعة. تقول الآية دعوا الله شنو؟ مخلصين لهم الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من شنو؟ من الشاكرين. لنكونن من الشاكرين. إذن حتى يرد القضاء أيها الإخوة يحتاج دعاء شنو؟ بإخلاص. دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. فالدعاء ينزل المدد لو ما ينزل. اثنين، الاستغفار. القرآن يقول الإنسان إذا يبغى ينزل عليه المدد الإلهي لابد أن شنو؟ يستغفر. الاستغفار يعني ايش؟ ما معنى الاستغفار؟ مو يقول استغفر الله بس. الاستغفار قلب نظيف، قلب سليم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان شنو؟ غفارا. وش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم شنو؟ أنهار. هذا أمر ثاني. ثلاثة، الصدقة تدفع شنو؟ البلاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء من عباده. إنسان لابد يواظب على هي الأمور. بعد 4 قال التوسل بمحمد وآل محمد. الأنبياء توسلوا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. الروايات عندنا تقول لو لم يسبح بمحمد وآل محمد. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كل شيء بأهل البيت. هم النجاة، هم الوسيلة. أهل بيتي فيكم كمثل سفينة من ركبها ومن تخلف عنها. يعني لا يكون تمر عليك السفينة ولا تصعدها. عمر بن سعد مرت عليه السفينة. وفكروا في أمري على خطرين: أأتركم الكرين والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتلي. ولا يقول اشهدوا لي عند الأمير بأني أول رام رميت خيام الحسين. ألا من مناد وإماما وسيدا اعين الله زينب يوم احترقت الخيام. يقول حميد بن مسلم رأيت امرأة النار في تلابيب ثيابها قلت لها أمة الله نار ما التفتت. قلت لها ثانية أمة الله نار ما التفتت إلي. ثالثة ما التفتت ثم قالت يا غادة إن في الخيمة عليك وأخاف أن يحترق. يقول لحظات وإذا بي أراها تدخل تلك الخيمة وتسحب عليلا من تلابيب الثياب. حققت النظر وإذا به زين العابدين. وقفت على التال زينب
دارت يوم شطاو بالخيمنا يلا فرت مدهوشة وراها صغار وكبار وياي تصراخ بعالي الصوت الطايح وين خدري انتهك وانت غياث عجل ادركنا لا تكون النسا بس ما سمع ظلي تقلب فوق وويلا ناداها بصوت ضعيف زينب وخي زينب وقالها يا زينب اليتامى لا ولا تكثرن مني ضواجتها وردي سكين لا يذوبها ولا تكثر عتبي ولا تجين بالاخمر وويلا ومصيبتها زينب رجعت انا جثة بلا راس صح ونادي وافوى حسينا واماما لا تكثر عتبي وانا جثة بلا راس يقبالك والجسد بالخيل يندى روح الشريعة بلشتي شوفين عباية يقدر على النهضة وسل سيفه البتة صاح الدخيلات يا المقطع بالشريف وللنيل دردي ترى جفوفي لمي اليتامى للمخيم يا ودي تدرون بيا مقطع يمين وليسا ومصيبتها وفجعتها قامت تصرخ بكف العلاج أنا لا والد لي ولا عم ألود به أن بقيت وحدي وفاقد الكل أن بقيت وحدي وفاقد الكل اتمنيت لا جسمه أوصل وخبره عن أحوالي وفصل يا ميت ولا حصل مغسل وويلا
ومصيبته. يا أنا ما حد يجاوبني إذا ناديت مهلي إلا الثوات الفاقدة يا حسين مثلي أبنع عليكم يا أخوتي ما حصل أبنصب عذاكم يا أخوتي فوق المطي. آخ 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 أي محنة يا حسين عنا شاغلتكم ما كنكم أخواني ولا كني أختكم غصبا علي يا رجال مفارقتكم وغصبا عليكم فارق وغصبا حسين بعد كلامنا عيش يا الله.